يعني بعد الاجواء غير مستقره اللي مصر عادت فيها في المرحله اللي فاتت دي، فاصبح سوق الانتاج الموسيقي بالذات سوق فيه ريسك كبير قوي. هو الانتاج السينمائي زي ما احنا شفنا، الانتاج السينمائي يعني عدى في مرحله صعبه جدا، ومعظم افلام الموسم اللي نزلت السيزون ده للاسف ما لقيتش الاقبال الجماهيري الكبير. فانا شفت في الحقيقه انه البوم مهم وبروجكت يعني اشتغلنا فيه اكتر من كذا سنه، وانتاج ميزانيه انتاج كبيره. شفت يمكن من الاصلح ان احنا نقدمه للجمهور بمراحل. ما كنتش عايز اضحي بمستقبل مطرب مهم زي لؤي فني. انا الالبوم ممكن جدا ما الاقيش الاقبال الجماهيري في ظل ظروف الناس مودها مش مود فني قوي في الوقت الحالي. واحنا شفنا كده، شفنا يمكن البومز مهم نزلت السيزون ده الى حد ما اقدر اقول ان هو هنقول للناس ان في مطرب مهم انتوا ناسينه بقالكم كذا سنه. الراجل ده نازل بألبوم انتاج بيراميديا، ألبوم مهم، في موسيقى هايله وفي شكل غنائي شرقي اصيل. يمكن السوق بعد عنه في الفتره اللي فاتت دي، وانا في الحقيقه عايز يعني ارجع لؤي في الصوره. في نفس الوقت ما احطش ريسك على الشركه وما اضحيش في الحقيقه بمشروع كبير جدا زي مشروع لؤي في ظل ظروف السوق الحالي. فنقدر نقول ان هو الى حد ما تقدمه بشكل مرحله. هو البوم لؤي داخل في الحقيقه او قرب من مليون جنيه انتاج. وده يعتبر ميزانيه انتاج ضخمه جدا لالبوم موسيقي. سبب البادجت هي راجعه لان احنا في الحقيقه تعاملنا مع الصف الاول كله من الموسيقيين، كان موزعين، كان شعراء، كان ملحنين، استوديوهات. وتكلفه انتاج كل اغنيه في الحقيقه دخل في مبالغ كبيره، لان احنا ما دخلناش خالص على انتاج لمطرب اقدر اقول ان هو شويه انتاجيا اتظلم في السنين اللي قبليها بانواع الانتاج او الموسيقى اللي اتقدمت له. فانا حبيت في الحقيقه ارجعه بشكل قوي جدا في السوق المصري يعني. بصي، هو بادجت الالبوم ده جاء في اكتر من سنه يعني البادجت ما اقدرش اقول انها اتحطت في ظروف او في الظروف السياسيه الحاليه. يعني الالبوم احنا شغالين عليه بقالنا اكتر من سنتين ونص. طبعا تاخير الالبوم راجع لبعض اختلافات وجهات النظر اللي بيني وبين مطرب او اي يعني. فعشان كده نقدر نقول ان البادجت اوريدي كان اتصرف، وفي التوقيت اللي بدانا فيه بادجت الالبوم او بدانا فيه الصرف على الانتاج يعني كان هي دي الميزانيه المحدوده، وللخلافات زادت شويه الميزانيه. لؤي مطرب صوته شرقي اصيل، يعني يكاد يكون المطرب الوحيد في السوق المصري اللي ليه اسم وليه شعبيه، اللي اقدر اقول ان هو فخر فعلا للاصوات المصريه. هو السياسات او بعض سياسات الشركات اللي قبل لؤي، انا متفهم طبعا السياسه الانتاجيه ان هم لما قدموا لؤي كان هو مطرب جديد، فطبيعي اول البوم ما بيكونش الميزانيه الانتاجيه ليه كبيره. لما جاء لؤي نزل الالبوم اللي بعديه الالبوم الثاني، ابتدت تحصل بعض الخلافات بينه وبين المنتج وقتها في سامح عادل، وعشان كده ابتدت بقى تحصل عدم حماس للمشروع. ولما بيفقد المنتج الحماس لمطرب بيتراجع على المشروع يعني انا اعتقد ان الاغنيه سمعني ناس انقسمت عليها الحقيقه. يعني في ناس اقدر اقول الاجيال الشبابيه اللي هي اعمار معينه مثلا من 15 ل 22 23 ممكن قوي ما تفهمتش الجمل الطربيه الشرقيه او التوزيع الشرقي الثقيل اللي في الاغنيه، لكن الاجيال اللي بعديها عجبتها الاغنيه. فنقدر نقول ان الناس انقسمت على الاغنيه. انا من وجهه نظري ان اغنيه دسم، بتقدم صوت قوي، بتقدم جمل لحنيه قويه جدا، زائد توزيع من اسامه الهندي. انا شايف انه توزيع هايل.